السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعين المحترمين في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال وجبر خاطر. وحشتوني أوي من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلي على رسول الله، وحطي لايك وفعلي الجرس فضلا منك وليس أمرا عشان غيرك يوصل له الفيديو. مليون مرحب بالمشتركين الجدد، سادة القناة نورا وشرف بيكم والله. يا رب اكون عند حسن ظنكم يا رب، وتشوفوا مني كل جديد وكل يعني ايه كل حاجه حلوه باذن الله. طبعا انا دلوقتي يا بنات روتيني في الاول بغسل الباب. طبعا الباب ده كان فيه لزقه، كنت انا حاطه له ستيكر، بس الستيكر ده ما رضاش يشيل والله معايا خالص. حاولت ان انا اشيله ما عرفتش اشيله خالص، فغسلته يعني، بس لمعته والله يعني خليته حلو. وطبعا انا مسكت الخشب كله بتاع الاوضه لمعته يعني لمعته. عايزه اقول لكم ان الخشب كان والله العظيم بينور فعلا. الالوان الفواتح دي مع اني كنت معترضه عليها او ما كنتش حابه الفواتح دي، قلت برضك عشان بتبهدل بسرعه، او مثلا لو في اي حاجه بيبان فيه الوساخه وكده. بس والله العظيم فعلا على قد ما هو مثلا ممكن يبان فيه بطع ايد او وساخه او كده، بس بيبان فيه برضك التلميع. انت لما تبقى ايدك فيه على طول وبيلمع زي كده يعني بيلمع فعلا. طبعا عايزه اقول كلمتين. طبعا عايزه اقول لك كلمتين. طبعا هم مش ليكم خالص يا حبايب قلبي، بس في واحده دخلت عندي في الكومنتات الفيديو اللي فات وما كانش عاجبها بيت ماما خالص. ان انا مثلا بصور فيه كده، حتى بتقول لي ده بيته مش بيت. حتى في واحده ردت عليها، قالت لها طب ليه كده؟ يعني المهم ايه، انتوا لو دخلتوا على الكومنتات عندي هتشوفوا الكلام بتاعها. حتى انا ما رضيتش ان انا مثلا ارد عليها غير شكرا على ذوقك، بس دي اللي انا قلت لها. بس عايزه اقول لك من خلال الفيديو ده، انت ممكن تكوني بتتفرجي عليا او ما تتفرجيش عليا، بس عايزه اقول لك والله هو مش بالبيت. وبعدين ماله بيت ماما يعني؟ ماله؟ عايزه بس يعني ايه عشان شكل يعني والله جميل. وطالما عجبنا وعجبها خلاص، مش شرط ان هو يعجبك او يعجب غيرك. المهم ان هو طالما عجبنا احنا ودي حياتنا واحنا راضيين بيها وبنقول الحمد لله، خلاص. انت عامه ما تزعليش مني في الكلمه يا اخت. انت رايك ده ما يعني رايك مش هيهمني. ليه؟ لان دي عيشتنا ومش هنغيرها عشانك ولا عشان غيرك. ماشي. وطبعا انا مش هينفع يعني ما ينفعش ان حد يعدل على حد. كل واحد له حياته هو ادرى بيها. ان كنت انت مثلا حالتك حلوه او عايشه في فيلا او في شقه حلوه، انت ربنا يسعدك يا رب ويزيدك من نعيمه. ماشي. وان كانت مثلا انت شايفه بيتنا على قدنا، فاحنا بنقول الحمد لله على نعمه ربنا لينا، وبنشكره وبنحمده الحمد لله. دي اعلى حاجه نقدر نعملها. يعني احنا ما بنبصش لعيشه غيرنا او بنبص لحد. كل واحد بيبص لعيشته او لمقدار نفسه. فاحنا الحمد لله. طبعا انا معيش يعني طولت عليكم يا حبايب قلبي، بس انا بعرفها ليه. ممكن يعني بصوا، عشان يعني ايه تعرف يعني الحقيقه اللي احنا عايشينها، كل واحد على قد مقدرته. يعني دي حقيقه فعلا معانا ومع ناس كتيره. يعني انا ممكن اكون عايشه غيري والله ما عايش. ممكن في ناس عايشه يعني غيرنا كتير بس مش مرتاحين. انت ممكن يكون عندك كل حاجه بس مش مرتاحه. احنا ممكن ما يكونش عندنا حاجه بس الحمد لله مرتاحين في عيشه، في حب مع بعض، في الناس كويسه، في يعني بس في رضا ربنا علينا. ده كله اقدر اقوله لك. وبرضك ارجع تاني واقول لك من خلال الفيديو شكرا على ذوقك وعلى اللي انت بتقوليه. ويا رب عل وعسى يعني ما تجرحيش في حد وما تعليش على حد. ممكن تبقي عاليه قوي 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 وتبصي لربنا، تلاقي ربنا نزلك بصي في اقل حاجه. فانتي تقولي الحمد لله على نعمه ربنا ليا او لغيري. وما تبصيش لغيرك يعني حالته حلوه حالته وحشه. انت ما تبصيش لغيرك يا حبيبه قلبي. ماشي. وكل واحد بيقول الحمد لله على النعمه اللي هو فيها. يكفي بس ان ربنا مدينا صحه، مش عايزين غير كده. ان احنا بنمشي على رجلينا وبنخدم نفسنا وبنخدم اولادنا بس. والله العظيم انا عن نفسي ساعات بطلب ان ربنا يديني الصحه والعمر لعند ما اشوف ولادي، يعني اشوف ولادي كده كبار قدامي. ليه؟ يعني الواحد خايف ان يعني بصي، طبعا الموت علينا حق، بس الواحد خايف ان في ثانيه كده في غمضه عين الواحد يروح. ماشي. وعياله لسه صغيرين، مين هيربيهم او مين هياخد باله منهم؟ دي كل اللي انا بطلبه من ربنا. مش بطلب بقى شقه زي ما انت
بصه ولا بيت حلو ولا بيت وحش. انا مش بصه كده، والله بطلب ان ربنا يديني الصحه والعمر واشوف ولادي كبار قدامي كده. مش شرط ان انا اجوز ولادي ولا ان انا اعيش لولادي العمر كله، بس اشوفهم يكبروا قدام عيني، عشان لو الواحد حصل له حاجه وهم صغيرين ما بتبهدلش ولا بتمرمط فعلا، الا الولاد الصغيرين دول بالذات. فانت تقولي الحمد لله على نعمه ربنا علينا. طبعا يا بنات معلش طولت عليكم. طبعا انا هرجع لروتيني اليومي النهارده بتاعي يعني معاكم. طبعا انا كنت عامله، كان عندي بصوا اللي انا كنت بمسحها قبل الحفظ، قبل ما اشيل الحفظه، اللي هو الكومودينو بالتسريحه ده. طبعا كان عندي تسريحه بس بيني وبينكم كانت كبيره خالص في الاوضه فبعتها، يعني التسريحه بعتها لانها كانت كبيره خالص في الاوضه، فما كنتش عارفه ان انا اروح والاقي منها، فاضطريت ان انا ابيعها صراحه، لان طبعا انتوا عارفين المكان الضيق وكده. ورحت عملت يعني شوف انا عملت ايه، قلت الحمد لله. رحت دي اللي بيرضى بنصيبه، بيرضى بنصيبه وبيرضى باللي ربنا يعني قاسمه له. رحت جبت كومودينو من عندي. اه والله فكرت في حاجه زي كده، قلت بدل ما اجيب تسريحه مثلا دلوقتي يعني بالشيء الفلاني، فقلت لا اوفر على نفسي دلوقتي، وكده كده دي مرايه ودي مرايه، يعني مش هتزيد عليا حاجه. رحت جبت كومودينو من عندي وقلت لجوزي لو ينفع ان هي تعمل لي تسريحه فيها صغيره او يعني مرايه فيها صغيره، قال لي اه ينفع. فزي ما انتم شفتوها كده في اول فيديو، عملها لي صراحه. ودهنت الكومودينو كان لونه بني بردك زي السرير، دهنته مع الاوضه عشان يبقى اللون واحد ماشي. والتسريحه طبعا زي ما قلت لكم بعتها عشان كبيره، ولما ربنا يفرجها عليا ابقى اجيب لي تسريحه صغيره، حتى يا ستي يعني حتى لو مستعمله هبقى اجيب لي تسريحه بردك وادهنها لون الاوضه واخليها عندي، يعني تبقى ايه يعني حاجه صغيره كده رمزيه في الاوضه كده. والكومودينو ده هبقى ادخله ما بين السراير في اوضه الاطفال، هبقى احطه في اوضه الاطفال. طبعا عايزه اقول لكم ان انا مسكت المكنسه، خليت خليت الدولاب من جوه والله العظيم يلمع بالمكنسه. ليه بقى؟ لميت كل التراب الناعم بالمكنسه فيه، حتى في درج كان في الدولاب كان وراه كله تراب وكده، ورا الدرج ده كله تراب يعني حاجات ناعمه وكده. جبت بردك بالمكنسه. انا عايزه اقول لكم ان المكنسه دي ساعدتني كتير ان انا اعمل من تحت الدولاب ومن الجرار ذات نفسه، من المجرى بتاعت الجرار بتاع الدولاب، جبت منه تراب كتير صراحه. طبعا انتوا عارفين المجرى بتاع الدولاب والدولاب والحاجات دي بتلم تراب ناعم، اللي هو التراب بتاع الفرش ذات نفسه. او مثلا ما بتيجي تكنسي كده زي ما انا بكنس كده، بيجي التراب الصغير على المجرى، بيجي التراب تحت الدولاب فما بتعرفش تجيبيه خالص. فانا جبت ده كله بالمكنسه. فهنا انا كنست الاوضه كنس حلو قوي. طبعا انا عندي السرير، بصوا يا بنات انا ما كنتش حابه برضك السرير بتاعي هو الفتحه بتاعته دي، بس طبعا انا يعني دي الفرش بتاعي وانا داخله بيه، فلما بدي راح اغيره كده اجيب مثلا حتى الخشب اللي هو الطويل ده، يعني لو بدي اجيب ضلعينه كده هيكلفوني. فقلت مش مشكله بقى ابقى اكنس من تحت وامسح. انا كنت عايزه ايه بقى؟ اللي هو العلبه، يعني اللي هي الخشب العلبه اللي بيبقى ماسك على الارض. فبينه وبينكم ده بيبقى مريح. ليه بقى؟ ما بتخشي تحته تراب وبتعمليه من كل فتره لفتره، بس ده لازم يوماتي على الله ان انا اكنس وامسح من تحته، حتى لو مش في فيديو، يعني بصرف النظر عن الفيديوهات لازم اكنس وامسح من تحته. ليه بقى؟ ولادي لو اكلوا مثلا برتقان او اكلوا مثلا اي حاجه او معاهم ورق كشاكيل وقطعوا كده، بينزل تحت السرير، والتراب برضك بينزل تحت السرير. فلازم ان انا اعمله، يعني لازم كل يوم او يوم ويوم ان انا اعمله. فهنا انا كنت خلصت كنستها كنسه حلوه صراحه، كان فيها تراب كتير، لان انا البلكونه بتاعتي يعتبر اول دور علوي، فالبلكونه بتاعتي على الشارع. فعايزه اقول لكم ان هي بتلم كميه تراب كبيره قوي. حتى البلكونه كنت عايزه اغسلها، يعني عايزه اغسلها غسله حلوه وامسحها. فقلت لا بعد ما اخلص الاوضه خالص، لان عامله للبلكونه عتبه، يعني عتبه باب على الباب بتاع البلكونه ذات نفسه. فلما باجي اغسلها او امسحها الميه ما بتخشش الاوضه. فقلت لا يبقى طالما كده كده اعملها مع نفسها وكده. فهنا ما كنت مسحت الاوضه مسحه حلوه. وعايزه اقول لكم والله ان الخشب فعلا يعني يعني كان بيلمع كده من كتر النظافه. طبعا ما كانش متوفر عندي ملمع خشب، اضطريت ان انا اضطريت ان انا اعمله بميه وكلوركس الوان ويعني ايه وشويه صابون سائل. عايزه اقول لكم ان الصابون السائل بينضف يعني بينضف اي حاجه انتوا عايزينها بنضفها فعلا. وكان عندي طبعا الحافظه دي انا شلتها واغسلها، وكان عندي بطانيتين قدام كده قلت مفروشهم مؤقتا على بال ما اطلع السجاد اللي هو المشيات السجاد من تحت السرير بتاع الاطفال، تحت المراتب يعني.
زي ما موريكم قبل كده في فيديوهات، انا عيناه تحت مراتب الاطفال. فطبعا ما قدرتش ان انا اشيله في اليوم ده وكده، فقلت لا، هبقى مثلا في يوم تاني وكده هبقى عين المراتب وهطلع السجاد منه. ماشي. طبعا انا هنا كنت شلت الستاره برضو، كنت بشيل الستاره بتاعه الاوضه، لان انا بحب ان انا مثلا اغير الفرشه مع التروق كله بقى. يعني بحب اروق الاوضه مع بروقها كلها كامله يعني، ستاير مع السرير مع المسح مع الكنس مع مسح خشب. يعني انا بديها يعني تلميعه ونضاره كامله. طبعا يا بنات، اللي وصل عندي هنا يصلي كده على النبي، واللي ما اشتركش يشترك، واللي ما حطش لايك يحط لي لايك عشان خاطر القناه تكبر بيكم. طبعا انتوا حبايب قلبي، وطبعا انا بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيكتبوا لي كومنتات جميله قوي وبيشجعوني فيها. والله انا بشكركم على ذوقكم وعلى تشجيعكم ليا. يا رب يبارك لكم يا رب في صحتكم وحياتكم، ويديكم طولة العمر يا رب، ويبعد عنكم كل شر. بصوا يا بنات، انا كده هنا كنت طبعا انا ما بفرش، يعني انا عندي مفارش سرير قطيفه، بس انا يعني بيني وبينكم البطانيه اللي انا حطاها على السرير تقيله، فساعات ساعات بتخنق لما بحط مثلا المفارش اللطيفه كده مع البطانيه دي، ساعات بتخنق. فقلت لسه بدري شويه يعني على ان انا احط المفارش دي وكده، ففرشت ملايه هنا، فرشت مفرش على السرير. قلت مؤقتا بس على ما الدنيا تتسقع شويه كده هاجي احط بقى المفرش بتاعتي. ماشي يا بنات. وطبعا انا هنا كنت خلصت الاوضه بوريكم بس، يعني شفتوا الاوضه بتلمع ازاي. يا رب يكون روتين النهارده عجبكم، وتكونوا استفدتوا منه باي حاجه، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يوميات سوسو والعيله، واشوفكم على خير.